السلام عليكم الاخوان، تحيه لكم جميعا اينما كنتم. اليوم في هذا اللقاء غادي نخصو على وليد الركراكي ونخصو على الكره المغربيه، وغادي نذكروا بامجاد الكره المغربيه، امجاد الكره المغربيه بين الامس واليوم. وغادي اونصومبل غادي نتكلموا، وغيكون واحد الفيديو كنتوما كتشوفوا، ونتمنى الانسان يشوف ويتذوق ويشوف الكره المغربيه كيفاش تطورت وكيفاش صبحت، وبلا ما نبقاو نزايدوا على الركراكي وحق وليد ماشي مدرب ولا خصنا نبدلوا المدرب. راه ماشي المدرب خصو يتبدل، راه حنا اللي خصنا نتبدلوا، خاصنا نبدلوا السلوك ديالنا اللي حنا تكون عندنا واحد العقده سميتها سوء تقدير الذات. وحنا في هذا الفيديو غادي نناقشوا هذه المساله، وغنبين لكم على اننا حنا تربينا على واحد القضيه سوء تقدير النفس، كنعطيو قيمه البراني على روسنا، وكنعطيو قيمه البراني كيقول لك خاصنا نمشيو بواحد الخطه القرابون اولى. وهذا الفيديو بغينا نذكروا به بعض الناس اللي كيقول لك كيفهموا في الكره وكيفهموا في الكره كيفهموا بزاف، اللي اصبح كل من هب ودب كيجي كيقول لك انا كنفهم في الكره. الناس اللي تتهاجم وليد الركراكي وكتقول بان وليد الركراكي ماشي مدرب، ووليد الركراكي ما بقى عنده ما يدير في المنتخب المغربي، وانه مدرب محدود، بغينا نذكروهم على امجاد الكره المغربيه. وبالمناسبه نتكلموا واحد شويه على الناس اللي كيهاجموا وليد الركراكي، اللي نساو في رمشه عين اشنو دار بهم، اشنو دار وليد الركراكي. نساو بان وليد الركراكي خدا المنتخب وفي مده وجيزه لست اذكر بالضبط كم، 3 اشهر او شهرين، واستطاع انه يكون فريق، استطاع انه يكون واحد اللحمه بين الفريق، ويكون واحد الفريق متحد، فريق متعاون، فريق متكامل، وزرع فيهم حب الوطن. الناس اللي ما كتفهمش في ما يسمى بلا جيستيون دو ريسورس هيومان، التدبير او تدبير العنصر البشري. الناس اللي ما كتفهمش ان المدرب ابار الخطط التكتيك وابار الخطط الرياضيه والكرويه وابار كل شيء ما هو فني وما هو تكتيكي، كيخصو يتوفر على واحد اللمسه عندها علاقه بتسيير الموارد البشريه. فوليد الركراكي ضاف واحد اللمسه اللي ما كانتش عند المغاربه، وحنا شفنا شحال ديال المدربين تعاقبوا على المنتخب الوطني. فبالتالي حنا شفنا هذه المنهجيه تسيير المنتخب الوطني شفناها عند 2 ديال المدربين فقط، لا غير. بادو الزكي إذا لا بقيتو كتذكروا معايا، خد المنتخب من عند روبرتو كويلهو، وكان منتخب على مشارف انه ما يتاهلش لكاس افريقيا، وحقق به انجاز اللي وصل به الفينال ديال كاس افريقيا. وتعاودت الكره مع وليد الركراكي، لكن حنا كنعطيو الاولويه للبراني، حنا كنلحسوا الكابا البراني بصريح العباره. وهذا راه ماشي خطا ديالنا، هذا راه خطا في التربيه ديالنا، لاننا حنا تربينا على شي حاجه وكنسميها واحد المسمى ديال كرم الضيف. فبالتالي حنا دائما اي حاجه كتجي من برا احسن. ورقه كارت تجي عند المغربي تقول لي هذا من فرنسا يشري من عندك، تقول لي هذا منتوج مغربي ما يقبلوش. وهاد العقده وهاد النقص اللي تربى فينا فيزافي ديال لوطخ، يعني كنتربى عندنا واحد كنحسوا دائما حنا بالنقص تجاه الاخر، كيف ما كان الاخر خصو يكون غير جاي من برا خارج الحدود المغربيه، كنسبقوا وكنعطيو الاولويه وكنفرحوا به وكنعطيوه اكثر من القيمه اللي كيستحق. فبالتالي الا رجعنا درنا واحد التحليل نفسي وتحليل سوسيولوجي ودخلنا في علم الاجتماع، غنلاحظوا بان هادشي تربى فينا منذ الصغر. علاش؟ لاننا حنا في الصغر كنترباو على ان كنشريو كيسان وكنشريو طباصل وكنشريو اثاث منزلي، مانطا، سداري، اي حاجه كنشدوها كنخليوها للبراني. بعد كيجي الضيف، عندنا بيت الضياف وعندنا قاعه الضياف واواني اللي كيستعملوا الضياف، اللي يشريو كيسان زوينين ما كنحطوهم وكنستعملوهم حتى كيجي الضيف. كنشريو شي طبسيل اولا شي حاجه هاد الاواني المنزليه حتى نحطوها حتى يجي الضيف. وبعد كيجي الضيف كنعطيوه احسن ما عندنا، لا في الاكل ولا في الشرب ولا في اللبس ولا في كل شيء. دين مانيا غنديريكت بطريقه غير مباشره كيصبح عندنا واحد التقديس لما هو اجنبي.
اذا كنترباو على واحد الطريقه كنقدسوا الاجنبي، فكتكبر معنا داك العقده ديال النفس، العقده باردون، عقده النقص، الشعور بالنقص. يعني كيولي عندنا واحد الشعور بالنقص تجاه الاخر، وكنسميوها تحت مسمى اكرام الضيف. خليك اخالي صديقي العزيز، ربي ولادك وحاول تربي نفسك على احسن حاجه كتستعملها، شريها كتستعملها انت، ما يستعملش الاخر، باش ما يترباش في ولدك داك عقده النقص. فبالتالي حنا اي حاجه كتجينا من برا كنقدسوها وكنقول بان ديك احسن من ديال الداخل. هذاك منتوج، اي منتوج جاي من برا هو احسن منا، وهذا الشيء راه ربما ان جميع المغاربه يقدروا يلاحظوه. فبالتالي كنشوفوا حنا كيجي اجنبي كتحاول تهضر معاه بلغته، تحاول تصرف بنفس التصرف ديالو، وكتجاهل الهويه ديالك، وانت في الاعتقاد ديالك ان الهويه ديالك وان التقاليد ديالك والتكوين ديالك السوسيولوجي والنفسي والاجتماعي والتقاليد ديالك كلها لا تساوي شيئا امام تقاليد ديال واحد شخص جاي من برا، من المغرب على المغرب. هذا من جهه اخرى كنبغي نوصل واحد الميساج للناس اللي كينتقدوا دابا الركراكي، نساو على ان وليد الركراكي حقق اللي ما يقدرش يحققه حتى شي مدرب في المنتخب المغربي. جا في ظرف وجيز شهرين 3 شهور ووصل للنصف النهائي ديال كاس العالم، وهذا انجاز ما يقدرش يديرو نابورت كي. ما تجيش انت وتقول لي لا حق راه ما مدرب ما والو، راه ما كيفهمش. هذاك السيد راه عنده لمسه اخرى من غير التدريب، هو انه كيعرف يدير تدبير الموارد البشريه، جمع واحد الموارد البشريه وقدر يحقق واحد اللحمه، وقدر يحقق واحد التآخي داخل المنتخب، وخلق عندهم واحد الجرينتا، واحد ان كل شيء ولا كيتلاحظوا بان جميع اللعابه يدافعون وكيعاملوا في الهجوم وكيرجعوا للدفاع. شفتوا حكيم الزياش اللي كنقصاه ايرفي رونالد، نتوما اللي كتقولوا حق ايرفي رونالد وكتطبلوا ايرفي رونالد باش يرجع للمنتخب. نسيتو ايرفي رونالد شنو دار في كاس العالم؟ ما لعب كره حتى مشى ليه، حتى ما بقى عنده حتى شي امل، عاد خرج كيلعب كره. ايرفي رونالد اللي كتهضروا عليه راه لعب كله دفاع وخسر. بعد جا وليد الركراكي فرح المغرب كامل. نسيتو شنو دار؟ نسيتو شوف الطريقه. راه دابا بعد كنقولوا الكره راه هي متعه، راه انني كيخصني انا كمتفرج نتفرج في كره، الفرقه ديالي تخسر ما يهمنيش تخسر، على الاقل تخسر. اذا لعبت كره وخسرت ماشي مشكل، والمصيبه العظمى هي ان ما تكونش عندك فرقه ما كتعرفش تلعب كره. شفتوا اللعب الطريقه اللي لعبوا بها الولاد وليداتنا ديال المنتخب المغربي، راه طريقه لعب مشرفه عباد الله. واش كتفهموا كره ولا ما كتفهموش كره؟ وبالتالي يجي حقا وليد الركراكي. لا وليد الركراكي ماشي مدرب، لا الخطط ديالو ما الخطط ديالو. واش عباد الله كتفرجوا في كره؟ راه البارسا في الامجاد ديالها، وبعد كنقولوا البارسا وما ادراك ما البارسا والتيكي تاكا ديال البارسا، وبعد كان كيشدهم سيموني وكيرجع لهم للدفاع اتلتيكو مدريد وكيزمطهم وما كيماركيوش. رجعوا للمقابلات ديال البارسا فاش واجهت ريال بعد جا مورينو. راه بعد مورينو شد الريال مدريد، راه الماتش واحد اللي خسر مع البارسا، ما تبقى ولا كيشد لهم الدفاع، ما كيخلي البارسا ما يدوز. بارسا بميسي وبكزافي وبانيستا وبنجوم عالميه، وكانوا بعد كترجع ليها فرقه اللور ما كتقدرش تماركي عليها. حنا غادي تجي فرقه رجعت لنا هو ماركاش البيت، ما تماركاش البيت، نوضوا نقول لك حقا وليد الركراكي تقاده. والبارسا عباد الله في الوقت ديالها في امجد في الطوب ديال العطاء ديالها، وكانت بعد كترجع ليها فرقه وكتسد عليها البيبان ما كتماركيش. تفرجوا في البارسا مع اتلتيكو مدريد، وتفرجوا في البارسا مع ريال مدريد في ايامات مورينيو فاش كان كيسد عليهم منافذ. ميسي وانيستا وكزافي وما كيقدروش يوصلوا حتى شي، ما يقدروش يسجلوا هدف. وحنا كنديروا منتخب يلاه ضرب عام مع الفرقه، يلاه كيكون فرقه، يلاه كيشوف حيت تشوفوا على الفرق يا صاحبي، خذوا العبره من الفرق الكبار. كيشدوا مدرب كيضرب عندهم 6 سنين 4 سنين 5 سنين، كيبقاو معاه في البناء، يفشل كينجح، كيفشل كينجح، هو غادي باش كيوصل. غوارديولا شحال هو دابا في الانجليز، ومن جابوه على اساس العصبة الابطال وما حققهاش.
على مده هو غادي كيلعب معاهم وغادي وصابرين عليه. حنا والد الركراكي في ظرف عام بدينا كنخرجوا حقا ما عندوش، لا حقا ما عندوش. ايوا سيدي انت عندك وانت اللي كتخرج بارك كتفرج وكتحلل، عطينا سيدي يلا ورينا. يقول لك كنت انت مدرب. اللي جا حلمت به فاق مع الصباح بكري يقول لك انا عندي خطه، خصو يدخل هذا خصو يخرج هذا، وسير سيدي دخلوا انت وخرجوا انت. بركه خليو الراجل يخدم وخليو راه باقي عنده متسع من الوقت، راه ميمكنش تحاسبوا مع الركراكي حتى دوز بدا على الاقل واحد 3 سنين و4 سنين ودوز واحد المده الماتشات ويعرف وزيدون بعد كنتكلموا على الافارقه راه ما لعب ما والو. راه شوفوا الدراري كيفاش لعبوا، شوفوا واش نسيتوا هاد اللمسات الفنيه. شوفوا تفرج دابا وشوف بعينيك هاد اللمسات. نسيتوا نهار اشنو داروا مع البرازيل، نسيتوا واش داروا مع هولندا مع مع بلجيكا. واش هادشي كيتنسى؟ نسيتوا واش داروا مع كندا مع كرواتيا. راه كرواتيا براسها بداتها بالنجوم ديالها وزمطها، ولا اسبان وما تقدرش تماركي علينا بيت حيت لعبنا لها بكونتر خطه. سي نورمال تا هو راه غادي يلعبوا معاك، اي فرقه راه كتجي كتوجد لك. واش تبغيتيها تربح؟ راه الكره فيها الربح وفي الخساره. الكره الا على الاقل كنتفرجوا في منتخب كيمتعك في اللعب وكتشوف كل شيء. بوان فينال. بلا ما نبقاو نتزايدوا على المنتخب المغربي ولا حق وليد من احسن المدربين اللي داز في التاريخ، ولكن حنا عندنا ديك العقده ديال الاجنبي احسن من ولد البلاد. حنا كنلحسوا الكابا، راه قلتها في الاول كنلحسوا الكابا الاجنبي. نوضه مولاي فيق وعيق وحيد ديك الفيترين اللي عندك في الدار وحط لولادك في دوك الكيسان ودوك الطباس اللي ياكلوا فيهم وسير بخطه الاقربون اولى. وبركه من العيك، لان ديك الطريقه اللي كنديروا تربات فينا واحد النقص. حنا ما كنعرف عندنا واحد المشكل اللي هو سوء تقدير الذات. حنا ما كنقدروا ما كنعطيوش قيمه لروسنا، وكهاد الشيء راه كيبان كيتضح جليا في المعاملات ديالنا. كيكون براني واحد فرنسي اولا هولندي اولا مصري اولا سوري اولا فلسطيني كيدوزها في المغرب، كلشي كيتكب عليه. كيجيو يطلبوا ويسعاو وكنطلعوهم للسما. علاش؟ لان تربات فينا بان ديك قضيه ان البراني كنعطيو اسبقيه على ولد البلاد. المغاربه ديوها في روسكم وعطيوكم روسكم وما تعطيش قيمه للبراني. ولد البلاد الاسبقيه لولد البلاد، الاسبقيه لك انت. وما كتبغى هاد المساله، هاد العقده راه كنقولها لكم راه قليل اللي كيهضر عليها. راه هاد المساله هادي راه بعد نمشي ونبقاو نديرو شي تحليل عميق، غنلقاو بان الطريقه ديالنا ديال التعامل ديالنا كنكبروا في اسره معينه. هاد الصالون ديال الضياف، هاد التلفازه ديال الضياف، هاد المنطقه ديال الضياف، هاد التفصيل ديال الضياف، هاد الماكله ديال الضياف. كيجي عندك الضيف ما عمرك كلتي شي اكله كتمشي تكلف وتسلف باش دير لي ديك الماكله تحت ما يسمى بكرم الضيف. اسيدي راه ماشي كرم الضيف هذاك. كرم الضيف هو انني نتقاسم معاه ما عندي، ماشي نعطيه شي حاجه احسن مني. فبالتالي ولادك بعد كيبداو يكبروا كيشوفوك اشنو كدير انت كتقدس البراني، فبالتالي كيولي عنده داك النقص، كيولي كيعيش بواحد النقص. اشنو هو داك النقص؟ هو سوء تقدير الذات. كيولي هو كابر بواحد النقص، ما كيعطيش قيمه لذاته، كيعطي قيمه للبراني. وهذا الشيء اللي كيوقع دابا. باكين حق الركراكي ما الركراكي، علاش؟ حيت الركراكي مغربي. ونفس الشيء داروا الزاكي حق الزاكي حيت الزاكي مغربي. ودابا كتعيطوا لعمو تا غيضرب معاكم عام ولا شهور تقولوا حق راه ما في يدوش، خصنا نجيبوا واحد اجنبي راه مغربي تجيب ليه شمعه مصاوبه في المغرب. تقول لي هذه هي جاي مصاوبه في فرنسا شرا معدك، تقول لي هذا منتوج مغربي يقول لك لا او عاديه ماشي بون كاليتي. المهم على اي نخليكم تشوفوا شفتوا هاد اللقطات وشوفوا هاد اللقطات مزيان وشوفوا وليد الرقيق اشنو دار. وليد الرقيق كون فريق كيلعب كرة القدم ماشي كيلعب الريكبي. بغيتوا فرقه كتلعب الريكبي راه هي اللي خاصكم ديروا وتلعبوا معها فريقها. وشوفوا واحد ملاحظه، جمع ماتشات اللي كيبيع المغرب مع الدول الاوروبيه كيفاش كتكون وباغي كتلعب مع دول افريقيه، راه داكشي اللي عطا الله. راه العصا والقيامه والتهراس. راه ما يمكنش واخا تجيب اي مدرب كيف ما كان يطيح مع الافارقه غياكل العصا، لان ما كيلعبوش هما كره وسيرتو ضد المغرب. وخليكم تفرجوا في لقطات، تشوفوا مصر شنو دارت ملي كتلعب مصر مع المغرب اش كيوقع، بعد كتلعب تونس مع المغاربه اش كيوقع. ما يجيش انسان واحد كيفيق مع الصباح بكري يقول لك لا والد ماشي مدرب وانت مدرب. المهم اعطيو القيمه لروسكم
وعطيو قيمه لذاتك، وعرفوا كيفاش ديروا تقييم الذات. راه عندنا حنا كنعاني واحد المشكل هو سوء تقدير الذات، سوء تقدير الذات كنعاودو كنأكد عليها. اخواني الا عجبكم الفيديو ديروا لايك بارطاج، خليونا التعاليق ديالكم، والى اللقاء في حلقة قادمة ان شاء الله. تحياتي.